المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إحياء يوم المعلم العالمي على مستوى البلاد في أسمرة. خدمات حراثة بأسعار منخفضة في فروم. موظفو خدمة السجون والإصلاح يشاركون في برامج تنموية في نفير جماعي. فنزويلا تندد بالاستفزاز الأمريكي وترامب يبرر. مطار ميونخ الدولي يستأنف العمل بعد رصد طائرات مسيرة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب من كل جانب. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أقيمت في أسمرة اليوم 3 من أكتوبر مراسم وطنية بمناسبة 5 من أكتوبر اليوم العالمي للمعلم تحت شعار تمكين المعلمين وتعزيز قدرته على الصمود، تضمن تقدما مستداما. وأوضح رئيس جمعية المعلمين الإريتريا الأستاذ سبوان محاري في كلمته التي ألقاها في الحفل أن يوم المعلم يحمل كل مواطن ومؤسسة تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في عملية التعليم والتعلم، تتحمل مسؤولية تقييم أنشطته الماضية والحفاظ على نقاط القوة لديه وإيجاد حلول لنقاط الضعف للوصول إلى مستوى أفضل في المستقبل. وأكد أن الجمعية تكثف جهودها للقيام بدورها المناسب في تحقيق التغيير النوعي في التعليم، داعيا المعلمين إلى التسلح بالأخلاق المهنية وأن يكونوا قدوة في القيام بمسؤولياتهم المهنية والمدنية. وذكر ممثل وزير التعليم السيد بطرس حيل مريم أن الحكومة تعمل باستمرار على زيادة عدد المعلمين وتحسين مستوى قدراتهم وكفاءاتهم المهنية، مشيرا إلى أن عظمة دور المعلم في تنمية الوطن والمجتمع كبيرة. وقدم بالمناسبة عرض فني يعكس هذا اليوم، كما تم تنظيم سيمينارا حول تمكين المعلم من قبل خبراء. يتم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم 5 من أكتوبر للمرة 32 على المستوى الدولي وللمرة 29 على المستوى الوطني. وتشير وثائق جمعية المعلمين الإريتريا أنه يبلغ عدد أعضائه نحو 30,000 عضو، وأنها أصبح عضوا في منظمة المعلمين العالمية والأفريقية في عام 1996. تقدم مؤسسة القلال والمواشي خدمات الحراثة بالجرارات بأسعار مناسبة في مساحة أكثر من 2000 هكتار في إدارات ضواحي أفتى وزولة وربروبية وأبرومال بمديرية فروم. وقال مدير المديرية السيد عثمان عرفة إن حراثة الجرارات التي تستمر حتى نهاية أكتوبر تقدم بسعر 150 نقفة للساعة الواحدة. وذكر سعادة المدير عثمان عرفة بأن المزارعين عامة وخاصة مزارعي زولا وأفتى قاموا منذ شهر يوليو بأعمال بناء الحواجز المائية، داعيا المزارعين المترحلين إلى الهضبة بتمهيد أراضيهم الزراعية مسبقا. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة السيد تسفاي تولدي أنه رغم تأخر هطول الأمطار هذه السنة إلا أن السيول المنحدرة من الهضبة مكنته من تشبع الأراضي الزراعية بالمياه والتي ستزرع أغلبها بالذرة الرافعة. وأشار إلى التوسع هذا العام في الزراعة في مساحات صغيرة لفوائدها الكبيرة من تجارب العام الماضي. وشكر المزارعون الدعم الذي تلقوه من شركة البحر الأحمر للإنشاءات وإدارة المديرية في بناء الحواجز المائية والمجاري التحويلية، مؤكدين على أن توفير مؤسسة القلال والمواشي الجرارات في الأواني كله كان له دور كبير في إنجاح العملية الزراعية. بحث مدير مديرية عدائيح السيد هبتاي تسفازجي لدى لقائه السكان 21 إدارة الضاحية سبل تنفيذ برامج التنمية. وذكر الواجب المتساوي في برامج الأمن والتنمية، مشددا على أهمية المشاركة الواعية للشعب في برامج التصدي والتنمية. وأشار إلى المشاركين إلى أهمية السيمينار، منادين لعقده باستمرار لدوره التوعوي.
اختتم موظفو خدمة السجون والإصلاح في سنبل حزحز وزطرات والمكتب المركزي أنشطة التشجير الصيفية في عد نفاس ومايدمنة يوم أمس 2 أكتوبر. وأفاد منسق لجنة التشجير في خدمة السجون والإصلاح الرقيب برهاني والدسيون لوكالة الأنباء الإرينا أنهم يعملون منذ شهر يوليو من عام 2021 بالتنسيق مع وزارة الزراعة وسلطة الغابات والحياة البرية للقيام بأنشطة واسعة النطاق تشمل الحفر وغرس الشتول المختارة من قبل الأطراف المعنية. وعن نتائج العمل المنجز ذكر أن 95% من الأشجار المزروعة خلال 5 سنوات وصلت إلى ارتفاع 6 أمتار. وأكد المشاركون أنهم بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق هذه المهمة باعتبار التشجير جزء من برامج التنمية الوطنية. وقال خبير التشجير في سلطة الغابات والحياة البرية السيد ميكائيل أبراهام بدوره أن المنطقة التي حولها أفراد خدمة السجون والإصلاح الإرثي إلى غابة كانت مسطحة قبل 5 سنوات. وقام قائد خدمة السجون والإصلاح الإرثي العميد قرماي محاري بتشجيع الأعضاء الذين قاموا بعمل فعال ضمن الأنشطة التنموية تلك. وتشير الوثائق قيام أفراد خدمة السجون والإصلاح الإرثي بزراعة 5000 شجرة في موسم الصيف من كل عام وتشجير أكثر من 8 هكتارات من الأراضي في ال5 سنوات الماضية. تم تخريج 19 كفيفا 13 منهم من المعلمين يوم أمس 2 أكتوبر في مدينة كيرون من دورة تقنية المعلومات أي الحاسوب التي نظمت بالتنسيق ما بين فرع وزارة التعليم وفرع جمعية المكفوفين في الإقليم. وأوضح رئيس فرع جمعية المعلمين بالإقليم الأستاذ كبروم قبرزقي أن التدريب الذي استمر لأكثر من أسبوعين يهدف إلى تعزيز معرفة المكفوفين بشكل عام والمعلمين بشكل خاص بتكنولوجيا الحاسوب والاستعانة بها في أعمالهم. وذكر رئيس جمعية المكفوفين بالإقليم السيد محمد برهان بدوره أنه يجب تعزيز مثل هذا التدريب لما له من مساهمة إيجابية في تحسين حياة المكفوفين، مشيدا بجهود الشركاء لتنظيم وإجراء التدريب. وحث مسؤول فرع التعليم بإقليم عنسبة السيد كفلاي عند مكيال المتدربين حثهم على الاستفادة الجيدة من المهارات التي يكتسبوها، مؤكدا على أهمية تنظيم التدريب المهني بشكل عام والتدريب التكنولوجي بشكل خاص للمكفوفين ليصبحوا منتجين ومساهمين بفعالية. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. على الصعيد العالمي نددت فنزويلا بتحاليق 5 مقاتلات أمريكية قبالة سواحلها، معتبرة ذلك استفزازا في وقت برر فيه الرئيس الأمريكي الهجمات الأخيرة على قوارب قبالة السواحل الفنزويلية بأن بلاده تخوض صراعا مسلحا مع عصابات المخدرات. ومع تصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين كاراكاس وواشنطن، اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بإرسال 5 طائرات مقاتلة حلقت في منطقة البحر الكاريبي قرب سواحلها. ووصف بيان مشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الفنزويليتين ما حصل بأنه توغل غير قانوني قامت به طائرات مقاتلة أمريكية، متهما الولايات المتحدة بالاستفزاز وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر. وأرسلت إدارة ترامب عدة سفن عسكرية إلى البحر الكاريبي لمواجهة مهربي المخدرات وسط تصاعد التوترات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية استئناف حركة الطيران في مطار ميونخ، وذلك بعد توقف مؤقت نتج عن رصد طائرات مسيرة. وبحسب البيانات أبلغ عدد من الأشخاص عن مشاهدتهم طائرات مسيرة تحلق في محيط المطار، مما دفع هيئة مراقبة الطيران الألمانية إلى إغلاق مدارج الإقلاع والهبوط في إجراء احترازي. من جهتها قالت سلطات المطار إن الإغلاق أدى إلى منع إقلاع 17 رحلة جوية، مما أثر على ما نحو 3000 مسافر كانوا يستعدون للمغادرة.
كما تم تحويل 15 رحلة قادمة إلى مطارات أخرى في شتوتغارت ونورنبرغ وفيينا وفرانكفورت. وتعد الاضطراب في عمليات مطار ميونخ هي الأحدث في حركة الطيران الأوروبي بعد أن تسبب رصد طائرات مسيرة في إغلاق مطارات في الدنمارك والنرويج مؤقتا الأسبوع الماضي. أعلنت موسكو إجراء عملية تبادل جديدة للأسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 185 أسير حرب من كل جانب بالإضافة إلى 20 مدنيا أوكرانيا. هذه العمليات التي باتت الاستثناء الوحيد للتعاون بين الطرفين تواصلت رغم غياب أي اختراق في مساعي التسوية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا أعادت 185 جنديا روسيا مؤكدة كذلك إطلاق سراح 20 مدنيا. وقد اعتبرت عمليات تبادل الأسرى النتيجة الملموسة الوحيدة ل3 جولات من محادثات السلام بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، وقد تكررت منذ ذلك الحين على نحو واسع لتصبح المجال الوحيد للتعاون الثنائي وسط استمرار الحرب. نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر سفينة تابعة للبحرية الروسية وهي تنفذ تدريبات على الدفاع الجوي في بحر البلطيق. وأوضحت الوزارة في بيان أن الفرقاطة الروسية ستورم أطلقت صواريخ مضادة للطائرات من منظومة بانتسيرام M خلال المناورات في إطار التصدي لهجوم جوي افتراضي للعدو. وبحسب وكالة تاس الروسية الرسمية فأن سفن مشروع كاراكورت مثل ستورم تعد سفن صواريخ ومدفعة متعددة الأغراض مصممة للعمل في المناطق البحرية الضيقة. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. إحياء يوم المعلم العالمي على مستوى البلاد في أسمرة. خدمات حراثة بأسعار مخفضة في فورم. موظفو خدمة السجون والإصلاح يشاركون في برامج تنموية في نفير جماعي. فنزويلا تندد بالاستفزاز الأمريكي وترامب يبرر. مطار ميونخ الدولي يستأنف العمل بعد رصد طائرات مسيرة. وروسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب من كل جانب. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.